السلام عليكم. معاكم أحمد قطب، وهنقوم النهاردة بتحليل بعض أسهم البورصة المصرية، ونحدد فيه أهم النقط اللي موجودة في الأسهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعرض الأول الأسهم في أول فيديو هنحللها: أبورلاند، نهر الخير، بلتون، مدينة مصر، أوراسكوم استثمار، طلعت مصطفى، السويدي، إسماعيلية الجديدة للتطوير، مصر الجديدة، وموبكو، إيديتا، وجي بي كوربريشن. وباقي الأسهم هنحللها في الجزء التاني إن شاء الله. في أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم: عبورلاند. أسبوعيا السهم لسه صاعد. أهم نقطة ليه وهي نقطة الارتكاز أسبوعيا حتى الآن هي 9 جنيه و98 قرش. بنتكلم دلوقتي في هدف أسبوعي ممكن يوصل ل 12 جنيه ونص الأسبوع القادم إن شاء الله. مع شوية عاملين عملية تصحيح. على المدى اليومي برضه نفس الكلام، هو لسه صاعد. بعد ما السهم طلع نزل تاني وعمل تصحيح. عندنا دلوقتي دعم موافق خسارة 9 جنيه 98 قرش. لو كسروا يروح 9 جنيه و60 قرش. كمل لفوق ان شاء الله. هنشوف بعد كده بقى 11 11 جنيه و11 ونص و12 ونص، ده بشكل مبدئي. والشركة محترمة، بس هي لازم الميكر يشتغل مع ناس كده. دورات صعود وهبوط. تاني سهم نهر خير. اسبوعيا نهر الخير على ارتكاز مهم جدا اللي هو 54 قرش. بعد ما طلع واخترق متوسط متحرك واقف عليه، وده طبيعي جدا عشان طبعا بعد فترة هبوط طويلة. يعني ده نقطة الارتكاز، ودي أفضل نقطة لنهر الخير إن أنت ممكن تشتري فيها، عشان لو كسرها ترمي لتحت، اللي هو واقفة خسارتك دلوقتي. بنتكلم في 54 قرش. لو كسر 54 قرش ارمي تحت، لو ما كسرش احتفظ بيه. أهدافه مبدئيا 63 قرش، وبعدين آه 80 قرش، ده بشكل مبدئي. لكن السهم واعد ومحترم جدا ومفيش أي مشكلة فيه. وكل اللي بيحصل ده طبعا طبيعي جدا من الميكر، مفيش أي مشكلة ما دام ما كسرش وقف الخسارة. بلتون. طبعا هو لسه بلتون بعد ما حاول يخترق متوسط متحرك اسبوعيا نزل تاني، ده طبيعي. ودلوقتي بيجرب عليه. اهم نقطه عندنا في بلتون رقم 3 جنيه. وعندنا دلوقتي دعمنا الرئيسي عند 2 جنيه و85 قرش. ما دام ما كسرش 2 جنيه 85 قرش يبقى السهم ما فيش اي مشكله فيه لحد دلوقتي، انا شايف كده. طبعا هو على المدى اليومي لسه مش هنقول ان هو صاعد، هو لسه بيعمل حركه صحيه. لازم يعدي 30 3 جنيه عشان نقول ان السهم بقى صاعد فعلا. متوقع اهداف ليه 3.15 و3.25 و3.40. ممكن الاسبوع ده ان شاء الله نشوفها عادي جدا. راسكو استثمار. اسبوعيا السهم صاعد، حافظ على الدعم، اهم دعم ليه اللي هو عند 38 قرش.
ما دام ما كسروش انصح بالاحتفاظ. اقصى صعود ممكن ليها الاسبوع ده ممكن يوصل 45 قرش بشكل مبدئي عادي جدا. المقاومه الرئيسيه عنده دلوقتي عند 41 قرش، لازم يقفل فوقيها عشان يتحول لاتجاه صاعد. وعندنا دلوقتي وقف الخساره زي ما قلنا 38 قرش، ده الوقف الخساره الاساسي. بعد كده في مقاومات 43 و45 و47 لحد 50 قرش مبدئيا. طلعت مصطفى. طلعت مصطفى لسه السهم لسه صاعد على المدى اليومي، لكن على الاسبوعي محتاج يقفل، محتاج نقفل الاسبوع الجاي فوق ال 58 جنيه 75 قرش. خلينا نقول ان احنا محتاجين نقفل فوق يعني 59 جنيه على الاسبوع الجاي عشان نقول الاتجاه خلاص بقى صاعد صريح. بس طبعا احنا شفنا التحسن اللي حصل بعد ما وصل القاع عن 48 جنيه، والناس كلها قالت ده رايح يعني بعيد، وانا قلت لكم ان لا، السهم ان شاء الله ده وقته هيتحرك فعلا، ابتدى يتحرك ايجابي والسنه دي دخلت فيه تاني. عندنا دلوقتي واقف خسارته عن 58 جنيه، طول ما 56 جنيه سوري، كل ما هو فوق 56 جنيه انصح بالاحتفاظ. طبيعي جدا بعد ما عدى خط المقاومه نزل تاني يلمس الدعم اللي هو 56 والمفروض يطلع تاني ان شاء الله. عندنا مقاومه بعد كده 60 و62 و65 و70 جنيه بشكل مبدئي. طبعا السهم لا غبار عليه ماليا ولا فنيا، مفيش اي مشكله فيه ومفيش خوف، ما دام هو فوق 56 جنيه واتجاه السوق الصاعد خلاص ما تبقاش قلقان من اي حاجه. السويدي. طبعا السويدي صعد على المدى الاسبوعي المدى اليومي، شفنا عمل رالي كبير قوي صعود، وصل لحد 71 جنيه، وبعدين قفل الاسبوع عند 60 جنيه. طبعا بعد ما صعد الصعود ده كله وصل عند 72 جنيه زي ما قلنا او 71 جنيه، نزل يلمس الدعم. هنا دلوقتي الاحتمالات، هو دلوقتي اولا واقف الخساره بتاعه 50 جنيه، طول ما هو فوق 50 جنيه عادي جدا يرتد لفوق. عندنا دعم آه، عند 55 جنيه. في احتماليه للسهم ان هو يمشي بشكل عرضي وده يدل على قوه السهم، او ينزل يلمس الدعم ويرتد تاني لفوق. في الحالتين ما دام ما كسر وقف الخساره بتاعته زي ما قلنا 50 جنيه. السويدي يعني انا شايف ان هو ممكن يوصل يعدي ال 70 ويوصل كمان ل 100 جنيه عادي جدا في وقت قريب، من اقوى الاسهم، خاصه بعد عمليه الاستحواذ زي ما كنت نبهت قبل كده واتكلمت كتير. وكان معايا ناس عملاء وانا نبهتهم وقلت لهم يا جماعه بلاش تبيعوا في الاستحواذ، خلوا معاكم السهم، لان بعد عمليه الاستحواذ دي عدد الاسهم هتبقى صغيره جدا، وملاك السهم ناس محترمين جدا واسره محترمه وعارفين بيشتغلوا ازاي، والشركه واعده جدا، السهم ده مستقبل افضل بكتير. ودي احنا شفنا يعني الناس باعت. ربنا يكرم الجميع، كل واحد كسب يعني، هم كسبوا اكيد، بس انا كنت بتكلم للايه للمستقبل، ما تبصش للايه ل 20%، بص لايه للمستقبل أكتر ان شاء الله. مبدئيا احنا ما فيش اي خمس السهم ده ما خسرش 50 جنيه، لكن طبعا بعد الرالي والصعود ده كله لازم يعمل التصحيح ده كله، ده طبيعي. اسماعيليه الجديده للتطوير. طبعا هو في اتجاه هابط رئيسي. في الغالب مش هقدر اقول لك وقف خسارته، لانك انت في الغالب محبوس في السهم، لان السهم ده سهم جماد زي ما حضرتك شايفين، يعني سهم جيمه مش سهم. انا ما عنديش اي معلومات عن الشركه تذكر. هو دلوقتي واقف عند دعم عند 15 جنيه، المفروض يرد من عنده، هيبقى ايجابي بعد ما يكسر 17 ونص لفوق. اذا كسر 17 ونص لفوق يبقى احنا خلاص مفيش مشكله فيه، يبتدي يطلع فوق تاني. اقوى نقطه على الاطلاق هي عند 33 جنيه، اللي هي دي اكتر نقطه فيها بياع
منتظر بقوه ينزل السهم. يعني ممكن لو طلع تاني ل 33 ينزل تاني لحد 24 عادي جدا، يلمس الدعم، او لحد 18 تاني عادي. يعني مقاوماته دلوقتي بنتكلم في 21 و24 الى 33 جنيه. مفيش كلام كتير عن السهم بصراحه، لان هو جيم، يعني هو جيم، وانا حذرت كمان الاسهم دي. اللي محبوس فيه طبعا ما اقدرش اقول له بيع، لان هو خسران فيه بالغالب كتير. فما هو ينتظر لحد ما الميكر ربنا يهديه ويشتغل تاني في السهم. مصر الجديد. مصر الجديده بعد ما طلع رجع نزل تاني. انا بس تفهم كتير على مصر الجديده، رغم قوه الشركه الماليه لا غبار عليها، الا ان في الطلعه الاولانيه والطلعه الثانيه حددت الشرط وحش جدا. طيب انا شايف ايه؟ والله انا شايف ان ان الميكر بتاع مصر الجديده خلاص قرب يجيب اخره، وان دي الحته الاخيره، والسهم ان شاء الله ممكن بالكتير في اول تسعه، من اول تسعه يبتدي يعمل رالي صعود محترم. الميكر جمع كل الكميه اللي تخيلها وكل اللي هو عايزه، والسهم خلاص. يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان هو عند ادنى نقطه ليه. يعني حتى في عز البانيك السوق كان نزل لحد 8 جنيه و62 قرش، ما كسرهاش لتحت. لو كان عايز الميكر ينزل لتحت اكتر من كده كان نزل، يعني كان استغل البانيك ورمى. عندنا دلوقتي مقاومات 9 جنيه و60 قرش، واهم مقاومه عند 10 جنيه. فوق ال 10 جنيه مصر الجديده هتتكلم في كلام تاني خالص. يعني احنا بنتكلم بقى في هدف 15 جنيه مبدئيا و20 جنيه، والكلام ده في خلال ممكن 3 4 شهور. يعني ممكن اخر السنه تلاقي 20 جنيه عادي جدا، بس بشرط ان هي تكسر ال 10 جنيه فوق، او تخترق ال 10 جنيه فوق وتستقر فوقها. فالسهم قوي جدا ماليا، بس عايز صبر. موبكو. هو اسبوعين موبكو لسه طبعا في اتجاه هابط. اخترق مقاومه مهمه قوي عند 45 جنيه، لكن تنتظر مقاومه اقوى عند 53 جنيه، وهي دي اقوى مقاومه. آه، بعد ما اختار المقاومه طبيعي ممكن ينزل دعم تاني عند 43 جنيه، ويرجع تاني يرتد لفوق عادي جدا. مش هقول برضه اقف خساره فيه، لان طبعا في الغالب الناس اللي شاريه في السهم محبوسه من زمان. فمش طبيعي ان انا هقول له بيع بخساره 30 40%، يعني ده مش طبيعي. الشركه قويه جدا ماليا، ما حدش لا غبار على كده، وعايزه صبر، لان طبعا نزل من داون ترند بقاله فتره كبيره جدا. عندنا بعد كده مقاومات عند 54 جنيه و60 جنيه و70 جنيه. احنا بس نعدي ال 53 جنيه، وبعد كده ان شاء الله كل المشاكل دي هتحل في ايه، في موقع اديتا. يعني الميكر بتاع اديتا مصمم يعمل نفس الجيمه. يعني هو لغايه دلوقتي ماشي بشكل عرضي، بيلم سهم له كتير، بيلم ويطلع يعمل طلعه، الناس تخش يروح نازل بيها تحت، الناس تزهق وتبيع يروح طالع طلعه، وهكذا. بس لحد دلوقتي ما كسرش 25 جنيه في اي، يعني بنتكلم من شهر 4 لحد دلوقتي ما كسرش 25 جنيه. وانا نصحت بكده، لو انت عايز تشتغل معاه اشتغل تريدات، يعني خد من عند 25 وبيعه عند ال 30 جنيه، يبقى انت كده ايه، عامل مكسب كويس. انا شايف ان يعني ميكر موبكو، سوري اديتا بيخلص. يعني كفايه كده او كده، تهيألي ان هو قرب بقى، المفروض ايه، يطلع بالسهم. ف واقف خسارته دلوقتي 25 جنيه، طبعا تحتيه السهم ممكن يوصل 21 و 18 جنيه للاسف. السهم قوي جدا ماليا، لكن الميكر اللي فيه آه، غلس جدا فنيا يعني.
مش عايز يكسب حد لحد دلوقتي بقى. عندنا مقاومة رئيسية عند 32 جنيه، محتاجين نقفل فوقها عشان نبتدي نقول إن السهم ليه أهداف تانية. طيب السهم ليه أهداف إحنا بنتكلم في قيمة مالية كبيرة جدا للسهم، خلي بالك في ديتا، يعني بنتكلم في 48 جنيه مبدئيا، يعني هدف ممكن يوصل له في خلال كام شهر جايين. طبعا هو خطر جدا كسر الأسبوع ده، الإغلاق تحت المتوسط المتحرك 50. بس هنشوف الأسبوع الجاي في احتمال كبير ارتداده، يبقى اللي محبوس في السهم ممكن يبيع عند 29 جنيه او 30 جنيه ويطلع، ويعني ويأمن نفسه. لو قفل فوق ال 32 ممكن يدخل تاني ويشتري. ده برضو رأيي عشان خاطر ايه الناس ما تحبسش جوه في السهم كتير. جي بي كوربوريشن، اتجاه صاعد اسبوعي ويومي. آه بعد صعود طبيعي جدا ممكن يلمس الدعوم. يعني احنا دلوقتي عند 13 40، وفي دعم 12 30 طول. ده دعم وقف خسارة اسبوعي 12 30 على المدى اليومي. انا دلوقتي واقف الخسارة عند 13 جنيه. انا بنصح ما دام ما يغلقش في 13 جنيه احتفظ بالسهم، السهم ممتاز واكتر من ممتاز. عندنا مقاومات عند 14 ونص وعند 16 جنيه. السهم قمة مالية كبيرة جدا يا جماعة، بس الميكر بتاع جيبو كوربريشن بيشتغل على فترات، يعني بيقعد فترة كبيرة ساكت ويروح واخد السهم طالع هوب، وبعدين يسيبه، بعدين يقعد فترة كبيرة ساكت وبعدين ياخد سرعة طلعة كبيرة هوب، وهكذا زيه زي السويدي. فنخلي بالنا من الحتة دي، اللي بيشتري يشتري من عند دعم ويستقبل استثمار بدل ما يخسر شوية في الخسارة. أما اللي بيشتري عشان مضاربات وبيستني السهم يتحرك، آه، مش جيب كوربريشن السويدي اللي هو مش دول الأسهم اللي هتفضل تتحرك على طول طالعة نازلة، لا. الميكر بتاعهم تقيل، بيجمع ويشتغل، لأن اللي بيدخل فيها صناديق تقيلة، بيدخل في الحاجات دي صناديق تقيلة بتشتري وتشتغل في الايه في الاسهم دي، وعندها دوره معينه. يعني هي دلوقتي الفلوس مثلا بتبقى في سهم تاني، لما بتخلص الجنيه بتاع السهم التاني بيخرجوه ويدخلوه في الاسهم دي. يبقى كده احنا خلصنا اول جزء ان شاء الله. اتمنى اكون فدتكم، ما كنتش طولت على حضراتكم. كان معاكم احمد قطب، محلل فني في البورصه المصريه وعضو الجمعيه المصريه للمحللين الفنيين. لو الفيديو عجبك اعمل لايك واعمل سبسكرايب للقناه وشير الفيديو، واكتب لي في التعليقات تحت لو انت عندك اي سؤال او استفسار. وانتظروني في الجزء التاني ان شاء الله. السلام عليكم.